النهاردة بقى نعمل مع بعض أسهل حاجة حلوة وسهلة وسريعة تشوفوها على الكوكب. بجد حاجة حلوة طعمها تحفة جدا. خلاص، ولا هنستخدم بقى بوتاجاز ولا فرن ولا أي حاجة، هنعملها على الرخامة كده. في أقل من 5 دقايق هنكون طالعين من المطبخ. حد بقى جايلك على غفلة، ملكيش مزاج تعملي حاجة حلوة وهم عايزين حاجة حلوة، براحتك بقى شوفي اللي انت عايزاه. وبصوا، ممكن اي حد في الدنيا ممكن يعملها حتى لو في KG 2 يعني. سهلة جدا. هنجيب بقى اي نوع بسكوت بتفضليه يعني. شوفي بقى النوع اللي بتحبيه تاكليه، هاتي منه بقى ايه حوالي 10 كده، لان انا عملت اكبر صينية. ودي نصيحة برضو تعمليها، ان انت تكتري في الحلو ده لانه طعمه حلو قوي. خلاص، هاتي بقى ايه. يعني انا جبت كده بسكوت اللي انا بحبه، وفتفت منه ايه 10، يعني فتحت 10 باكو كده وعملته بالحجم اللي انتوا شفتوه ده. وجبت كريم شانتيه ضربته في نص كوباية مية لبن متلج. ممكن مية او لبن اللي متاح عندك اعمليه، ما عندكيش لبن يبقى اعمليه في نص كوباية مية. وهننزل بقى على البسكوت كده اللي احنا عملناه، ونخليه بقى ايه يتغلف كله كده بالكريم شانتيه. خلاص، انا هنا كان عندي ايه شوكولاته قابله للدهن، عشان كده حطيت معلقه. انتي ما عندكيش مش لازم. انا هنا عايزه صوص شوكولاته من على الوش، بس مش عايزه المعلقه دي. انا عشان كان عندي فقلت اديها كده ايه تطعمه. وممكن اصلا تجيبي كريم شانتيه لو انتي بتحبي الشوكولاته، ممكن تجيبي كريم شانتيه اللي هو ايه اللي بالشوكولاته. خلاص، انا هنا عايزه ايه صوص شوكولاته على الوش. فانتي قدامك 3 اختيارات: يا عندك شوكولاته زي كده قابله للدهن، هتسيحيها في معلقتين 3 من اللبن كده لغايه اما تدينا قوام الصوص شوكولاته. يا اما هتعملي الصوص اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو صوص الشوكولاته الاقتصادي. يا اما هتجيبي بر الشوكولاته بقى وتسيحيه. شوفي بقى المتاح عندك واعمليه والمناسب ليكي. خلاص، انا هنا ايه يعني خدت معلقتين كده من الشوكولاته في اللبن، وهفضل اقلب فيهم لغايه اما اخد القوام اللي انا عايزاه. لا بصوا، ده تقيل شويه، فانا هخففه بمعلقتين 3 من اللبن كده لغايه اما يديني قوام صوص الشوكولاته. خلاص، وهنزل بقى بيه على البسكوت كده. بس لما هوريكم القوام اللي انا عايزاه، هفضل اقلب فيه كده لغايه اما بصوا قوام صوص شوكولاته يكون ولا خفيف ولا تقيل، مناسب كده. هننزل بقى بيه على البسكوت كده، وهفضل بقى اهز الصينيه يمين وشمال كده لغايه اما اغطي كل الوش بالشوكولاته. هدخلها بقى التلاجة ساعة 2 كده، وبعدين هطلعها. طبعا هما ما سبروش ما كملتش ساعة في التلاجة. تاخدي بقى احلى حاجة سهلة وسريعة، وبجد تحفة هتعجبك جدا، اكنك بتاكلي قطعة جاتوه. بجد تحفة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، واي حد في الدنيا ممكن يخش يعملها. مش هتاخد منك 5 دقايق بالظبط على بعض. و3 مكونات بس، هتجيبي بسكوت وشوكولاتة وهتجيبي كريم شانتيه وبس كده.